واحد راح يخطب واحدة، العريس عجب أبو العروسة واتفق على كل حاجة بخصوص الجواز. ولما جت سيرة المهر أبو العروسة قال له لا يا ابني أنا مش هاخد مهر، أنا بشتري راجل. العريس صمم إن هو يدفع مهر فقال له خلاص هات 10 جنيه. اتجوزوا وكل حاجة تمام. وفي يوم راح العريس والعروسة يشتروا حاجة من السوبر ماركت، فراح بيسأل على تمن علبة البيبسي قال له دي ب10 جنيه. قال له راح بص لمراته وقال أنا هشتري 3 زيها. طبعا العروسة زعلت ومشيت. فلما راح أبو العريس لأبو العروسة يقول له عن سبب الخلاف ما بينهم، قال له إن ابنك بيعاير بنتي إن أنا خدت منه 10 جنيه مهر بس. فقرروا الأهل إن هما يدفع العريس 100,000 جنيه. العريس فضل يشتغل سنة لقدام عشان يحوش فلوس المهر. ولما حوش فلوس المهر اتصل بحماه وقال له إن هو كمل 100,000 جنيه. حماه رد عليه وقال له إن هو هيبقى قد مراته. أول ما جاءت مراته قال لها أهلا يا مصنع البيبسي.